floating يعني عائم أو يطفو. فإحنا دلوقتي لو عندنا best route من R1 للشبكة 20 هناك، والbest route ده بيمشي عن طريق R2، ولاحظوا إن أنا محددتش الbest route ده بيروح إزاي، يعني ممكن يكون static route، ممكن يكون dynamic route. dynamic عن طريق OSPF EIGRP أو غيرهم. فدلوقتي إحنا عايزين يكون في backup route بس عن طريق R3، يعني إحنا عايزين R1 يبقى بيروح للشبكة 20 بشكل أساسي عن طريق R2، إنما يكون في backup route عن طريق R3. بس الباك اب روت ده إحنا عايزينه يبقى ثابت ونكون متأكدين إن هو باك اب بشكل دائم. في الحالة دي بيكون ده floating route. ليه سموه floating؟ لأنه الادمنستريتيف ديستانس بتاعته بتبقى أكبر من طريقة الراوتينج الحالية، وبالتالي بيكون floating أو يطفو على الطريقة الحالية. إزاي بعمل floating static route؟ بتيجي من عند R1 اللي هو عارف البست روت عن طريق R2، وبتعلمه إن في باك اب روت عن طريق R3. بتيجي كده وتقول له configure، وبتقول له IP route إن أنا عايز أعمل مسار للشبكة 20، يعني أنا عند R1 وعايز أوصل للشبكة 20، فبقول له إن أنا عايز أوصل للشبكة 20، وبقول له إن أنا بوصل للشبكة اللي الماسك بتاعها كذا عن طريق فاست ايثرنت 1/0 اللي هي الانترفيس اللي بتوديني للباك اب روت، وعايزه اقول له ان دي باك اب. خلوا بالكم انا لو سبتها كده هتبقى ستاتيك روت عادي جدا اللي هو الادمنستريتيف ديستانس بتاعته ب1، وده خطر جدا لانه حتى لو كان المسار اللي فوق ده ستاتيك عادي فوارد جدا ان هو يقول طب خلاص انا هعمل لود بالانسنج. والاخطر ان لو البست روت ده كان عن طريق دايناميك راوتينج OSPF مثلا، واحنا عارفين ان OSPF الادمنستريتيف ديستانس بتاعته ب110، والستاتيك روت اللي انت عملته دلوقتي ده الديستانس بتاعته ب1، فانت عندك كده 110 و1، فهيفضل الواحد وانت مش عايز كده، انت عايز ده يكون باك اب مش عايزه يكون اساسي. وعشان كده بتعمل هنا مسافة وبتقوم كاتب administrative distance تكون أكبر من الديستانس بتاعة البست روت الحالي. يعني لو البست روت ده OSPF ب110، تيجي هنا مثلا تقول له 130، إن شاء الله حتى تقول له 111، المهم يكون رقم أكبر من البست الحالي. وبكده R1 هيبقى بيفضل البست روت اللي هو في حالتنا هنا مدين مثال مثلا إن OSPF عن طريق ال R2، إنما في حالة إنه يبقى عايز يبقى فيه باك اب روت هيبقى عن طريق R3 لأن الادمن ديستانس بتاعته ب130. تعالوا نقول مثال تاني. فلنفرض إن البست روت ده كان EIGRP وأنت عايز الباك اب روت ده يبقى floating static root، يبقى لازم الرقم اللي هنا يكون أعلى من بتاع ال EIGRP. ال EIGRP ب90، هنا أنت لو جيت قلت مثلا 100 يبقى فل جدا، لو كنت سبتها على 130 كويس جدا برضو. يعني المهم ان هو يكون اكبر من الديستانس، اكبر من الادمن ديستانس بتاعه البست روت الحالي. طب افرض البست روت كان ستاتيك عادي، والستاتيك عادي ب1، فانت هنا لو جيت ان شاء الله حتى قلت 2 يبقى فعلا ده باك اب روت او فلوتنج روت، فلوتنج ستاتيك روت بديستانس معينه اكبر من الديستانس بتاعه البست روت الحالي، عشان هي اكبر من وبتطفو فوق البست روت الحالي، عشان كده تسمى floating static root. لو الفيديو ده مفيد بالنسبة لك ياريت تعمل لايك وشير كتير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا ليكم.